ما هو مش كل شويه يا جماعه الاقي واحد من اخواتنا العرب اللي بالمناسبه على راسي فاتح لي لايف وقاعد يتكلم لي على الرئيس السيسي، وجايبين لي فيديو قديم امن المنطقه خط احمر ومصر مسافه السكه. ماذا يمكن لمصر ان تفعل اذا هددت اي دوله عربيه؟ بالظبط كده، مسافه السكه. وناس مشغله لي الجان، ها يا مصر ها يا سيسي فين مسافه السكه؟ خد 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 انت قبل ما نتحرك مسافه السكه نشوف السكه دي اصلا رايحه بينا على فين ومين يا بيه اللي واقف في خيرها. بص يا بيه بالعجل كيوب البلدي اللي لما يطالب مصر انها تدخل العركه اللي دايره دي يسال نفسه بس سؤال لوز اللوز، هو منطقي ان اروح اقف معاك والاقي نفسي في خندق واحد مع ابو حنان وابو يائير جنب الجنب كده؟ يعني انا اروح اخد جيشي كي ورجاله مصر واقول لهم تعالوا نروح نقف جنب الجنب كي مع اللي عيني وعينك شايفاهم اما يعملوا مع اخواتنا بقالهم سنين؟ انا عايزك تقول لي انت كي اقنع كيف المصريين والجند المصري ان يروح يقف في صف واحد كي مع اللي ما يتساموا اللي بيننا وبينهم مصانع الحداد دي كي يا حبيبي؟ مش تبقى جدعنه، دي تبقى لخبطه وعكعكه. ومصر يا بنت وهو مش هتدخل نفسها في حوارات عشان تخدم اجندات ناس تانيه. لما تخلونا نرجع كي بالذاكره 10 سنين بالتمام والكمال، لما مصر يا بيه كانت اما تنده باعلى صوتها تعالوا نعمل قوه عربيه مشتركه، تعالوا نعمل جيش موحد، تعالوا نقف جنب بعض، الغرب مش هينفعوكوا، وفضلنا ندن في مالطا ومحدش سمع الكلام. كان زمانه دلوقتي الجيش العربي هو اللي واقف وقواعدنا احنا اللي على الارض، وكان هيبقى في اتفاقيات دفاع واضحه وضوح الشمس قدام العالم كله. ساعتها يا بيه بقى لو كان حصل اي خطر او تهديد ما كانش هيبقى في مسافه السكه، لان القوات كانت هتبقى موجوده عندك اصلا وكان قرارنا هيبقى من دماغنا، لا حد كان هيملى علينا ولا كنا هنضطر نسمع كلام ابو حنان ولا ابو امان. لكن الواقع بقى اما يقول ان انتوا اخترتوا طريق تاني وجبتوا خواجات من بره ودفعتوا لهم ملايين الدولارات وعملتوا لهم قواعد عشان يحموك، والنهارده بقى لما الخواجه ورطك واتاكدت انه همه على مصلحته وعلى بنت المدلله بس جايين لي انا عشان اقف بدالك واشيل عنك. لا والله العظيم ما كانش يتعز ولا يتخرط للوز، كان فيه خلص يا راجل. ده وجود الناس ده عندك النهارده هو السبب في كل اللي ما يحصل لك ده لو كان فيها بيه قواعد عربيه وجيش عربي موحد كان الكل عمل لك الف حساب ومحدش كان جرب لك والله. بس مصر خلاص يا بيه اتعلمت الدرس ومش اما تنسى تاريخها. ايام جمال عبد الناصر والشعارات لما وزعنا الجيش بتاعنا في اليمن شويه والجزائر شويه وسوريا شويه، في الاخر اللي حصل يا بهوات برضه كنا اما نتشتم وارضنا راحت مننا. دلوقتي خلاص بقى يا بيه احنا اتعلمنا مش اما نرمي ولادنا في صراعات مش بتاعتنا عشان نرضي حد. من الاخر كده يا جماعه الجيش المصري واقف اسد يحمي ارض مصر بس. عرفتوا بقى ان الرئيس السيسي كان عنده حق وانكم كان لازم تسمعوا كلامه من الاول، وعايزين دلوقتي جيش عربي موحد يا بيه، موافقين نقعد ونتفق نعمل يا بيه قوه مشتركه بجد مفيش املاءات من بره عليها. بالمناسبه مش رجاله مصر هي اللي هتحارب لوحدها وانتوا تدفعوا بس، لا يا بيه الجند المصري هيقف جنب اخوه، كلنا يا بيه زي بعض تحت اداره مصريه عشان احنا في امور الحروب دي قادره، كلنا يا بيه نقف جنب بعض. ولادك مش اغلى من ولادي، لو اتفقنا وده حصل وقتها بس نبقى نتكلم. غير كده بقى مسافه السكه دي تبقى تمشيها لوحدك يا بطل. سلام يا عمر، تشيروا لهم وابعتوا لهم.